ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده يعني نقدر نقول لوكيشن التصوير شويه قريب مننا. بتصور مش بتصور في مكتب النهارده. بس انا قلت استغلها فرصه كده. خطر على بالي واسئله كتير، بناء عن اسئله كتير احنا لسه ما بدأناش نذاكر هنعمل ايه. طيب احنا اولا في ناس دلوقتي انا شايفاهم متهافتين جدا 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 على تصوير المحاضرات. يشتروا محاضرات من المكاتب يدفعوا فيها فلوس كتير. ناس كتير مكتفية بس بالمحاضرات. ناس حتى كمان يعني لاحظت ان الناس ما بتبعت لي اجابتها عشان اقيمها، ان الاجابات مختصرة جدا. طيب نقسم الموضوع لكذا حاجة. هنقول مذاكرة المحاضرات والكتاب والمذكرات وخلافه. اول حاجه مذاكره المحاضرات للقرايه فقط، عشان تقدر تقرا الموضوع، تفهم الموضوع ايه، تبقى مستوعب الدنيا فيها ايه. طيب انا هكتفي بمذاكره المحاضرات؟ لا، ما ينفعش ان انت تكتفي بمذاكره المحاضرات. ليه؟ لان طبيعي ان الشرح بيبقى مثلا 50 صفحه في المحاضره. ال50 صفحه دول بيبقى في ساعه. في حاجات انت بتلحق تكتبها، في حاجات ما بتلحقش تكتبها. حتى لو كتبت كل كلمه ورا الدكتور فطبيعي في جزئيات صغيره ما بتتقالش، لان الشرح بيبقى عامه للموضوع ككل. تمام، بصرف النظر عن الجزئيات الصغيره. طيب انا مطالب بجزئيات الصغيره دي، فبالتالي لو جت في الامتحان انا مش هعرف احلها. تمام. طيب يعني المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان انت تقرا المحاضرات، ماشي، تمام. تاني حاجه اساسك تذاكر الكتاب، ده الاساس. ده لو انت واحد عايز تقدير. ليه؟ خبرتي في الموضوع ده من ايام ما انا كنت سنه اولى، 2004 تقريبا. خبرتي في الموضوع ده، الناس اللي كانت بتذاكر المحاضرات بس كنا بنقول عليهم معيدين. الناس دي جابت مقبول في الاخر. في ناس شالت مواد، ده حقيقي، كانوا بيقعدوا في الاول وكلام من ده. انا مش بقول ما تحضرش المحاضرات، ولا بقول ان انت ما تذاكرش المحاضرات، ولكن ده بجانب الكتاب. انت لو سألت دكتور المادة هيقولك الكلام ده، يعني الكلام ده مش مني انا بس. لا، انت لازم تذاكر الكتاب عشان تبقى فاهم الموضوع ككل، عشان تلم بالجزئيات البسيطة اللي بتبقى موجودة. سواء امتحانك مقالي سواء بابل شيت، فانت مطالب بانك تلم الجزئيات الصغيرة دي والجزئيات الكبيرة. طيب انا هذاكر من الكتاب، انا المفروض دلوقتي ابدا من الكتاب كام صفحه في اليوم؟ احنا النهارده 13/11، قدامك شهر، ولنفترض ان كل يوم 50 صفحه. طيب انا هعمل ايه في ال50 صفحه دول؟ هقسمهم سؤال وجواب. انا كنت نزلت فيديو عن الموضوع ده، ازاي تقسم الكتاب سؤال وجواب، وتبدا تحفظ عناصرهم لو انت امتحانك مقالي. تمام. طيب انا امتحاني مش مقالي، يبقى انت ما تذاكر المضمون فقط لا غير. كل فقره تذاكر مضمونها، ما تذاكرش ما تحفظش العناصر، يعني عشان ما تضيعش وقتك فيها. العناصر دي للاسئله المقالي. طيب ده بالنسبه للكتاب. اسبوعين كمان لو انت ما بداتش من دلوقتي، انا حاسه ان فرقه اولى على مستوى الجمهوريه في غيبوبه تامه، وخاصه طنطا في غيبوبه فعلا. الناس مش بتذاكر وما عندهاش استعداد ان هي تسمع فيه ايه، كانه طالع من الثانويه العامه، طالع من حرب. لا، انت لو ما ظبطتش نفسك من الترم ده هتلاقي نفسك جبت تقدير مقبول، وكمان احتمال يكون معاك مواد. فده وقت المذاكره. خلاص الكتب نزلت، خلاص كلنا استقرينا الى حد ما، بقالك شهر ونص في الدراسه، عرفت تسمع شويه، بدات تلم المنهج شويه، اللي بياخد كورسات تمام، اللي بيسمع المحاضرات تمام. المهم النتيجه ان انت بدات تلم الدنيا فيها ايه. كمان اسبوعين لو انت ما بداتش في الكتاب من دلوقتي، هيبقى شبه مستحيل عليك ذهنيا انت تذاكر من الكتاب، ولكن في ناس بتقدر تعملها. المقصود من الكلام ان احنا نبدا من دلوقتي. طيب انا هبدا ازاي؟ انا مش عارف اقسم الكتاب سؤال وجواب. طبعا في ناس بتبعت لي على الواتس، وانا يعني الى حد ما بتاخر في الرد عليهم، بس غصب عني لانشغالي في الكورسات. ولكن في بجاوب عليهم بس بعد مثلا اخر اليوم، يعني ببقى اكون خلصت كل اللي ورايا وابدا اشوف رسائل الواتس. فكده كده انا ممكن اساعدكم عادي، حتى الطلبه اللي مش كورس معايا كده كده انا بساعد الناس، وهي اساسا قناه اليوتيوب لمساعده الناس بدون مقابل حاجه يعني. تمام. طيب انا مش هعرف اذاكر وانا واخد على جزء المذكرات. ترشحي لي مذكرات ايه؟ ارشح لك مذكرات رايت في جامعه طنطا. برضو مذكرات رايت هتنزل السنه دي. السادات حلوان انجليزي، والسادات انجليزي، واسيوط انجليزي، وفرقه اولى. وهتنزل ايه كمان؟ جنوب الوادي هتنزل عربي. تمام. الاساس عندي هنا مكتبه الملاح، المذكرات رايت في مكتبه الملاح في طنطا.
طنطا في سبيربي قدام الموقف الناحيه التانية على اول الشارع، محل اسمه اوسكار. طيب ليه مذكرات رايت افضل مذكرات؟ اولا اجاباتها نموذجيه، ثانيا معروف مين اللي عاملها، معموله كويس جدا، كل حاجه فيها تقدير تقدر تجيبها، والناس اللي تانية وتالتة ورابعه عارفين الكلام ده. وتقدر تشوف مذكرات رايت على الصفحات. ممكن انا يعني كده كده اصلا بشير دايما المذكرات رايت، فهتلاقيها برضو انا مشيراها في كل حته. ايه تاني كمان؟ من ضمن المزاياها اللي هي اجاباتها نموذجيه، تقدر تجيب بيها تقدير، فيها النقط اللي انت تقدر تجيب بيها تقدير، ودي عشان اللي كاتبها فاهم هو بيكتب ايه. زي ايه؟ في بعض نقط كده معينه، العناصر لازم تتكتب بالاول، دي مكتوبه متقسمه سؤال وجواب، ودي المذكره الوحيده اللي متقسمه سؤال وجواب وعناصر زي ما المفروض اللي انت تحفظ. فيها نصوص المواد اللي دي بتجيب تقدير، خاصه في مواد المدني والجنائي، ممتازه. فيها امتحانات سنين فاتت، كل ده انت معاك من دلوقتي، مش هتستنى بقى لما المحاضرات تخلص على اخر نص 12 وتلاقي امتحانك كمان بعدها ب10 ايام، يبقى انت مش لاحق تذاكر. تمام؟ طيب فيها ايه كمان؟ امتحانات سنين فاتت وحلها. فده بالنسبه للي هيذاكر من المذكرات. بالنسبه للي هيذاكر من الكتاب، النهارده تمسك الكتاب وتبدا تذاكره. انا بذاكر مش عارف اذاكر من نقدر البي دي اف، انت عندك ممكن تطبع الكتب وتقدر تذاكر منها، مفيش مشكله خالص، بس المهم ان انت تبدا تذاكر. ده نصيحه كده على العموم. نذاكر منين؟ لان الموضوع ده صار جدل كبير جدا، وطبعا فرقه اولى هي اللي بتبقى متصدره المشهد، تانية وتالتة ورابعه خلاص هم عرفوا وعرفوا طريقهم ازاي، وعرفوا اقدر اجيب تقدير ازاي، فدول خلاص ما يتخافش عليهم. اشوفكم على خير في الفيديو اللي بعده ان شاء الله. سلام.